قررت ان انا افرح الولاد كده واعمل لهم الكيكه اللي بصوص الشوكولاته اللي هم بيحبوها. صوص اقتصادي مفيهوش ريحه الشوكولاته خالص وطعمه حكايه. يعني هم بس عايزين بطرمانات من الصوص ده ياكلوها بس بالمعلقه. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيكه سهله سريعه جدا، اقتصاديه جدا جدا، وهتفرح ولادك وهيحبوها. كل شويه هتعمليها، لان انا بصراحه انا ولادي بيعشقوا الكيك بالشوكولاته. يعني قاعده اقول لهم عايزه اعمل كيك ساده، كيك بالبرتقال، اي حاجه كده مع كوبايه الشاي. لا، هم عايزين، وهي فعلا بتتاكل. يعني ما شاء الله هي الوحيده اللي ممكن تتاكل. اي كيك تانية عندي ممكن تفضل قاعده لغايه ما تنشف كمان. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنبدا الوصفه ازاي. اول حاجه هحط كوبايه من السكر، وكمان هحط كوبايه من اللبن. انا حطاها بطرمان بس عايره اهي، نفس الكوبايه اللي موجوده عندنا في كل بيت، يبقى كوبايه سكر وكوبايه لبن. واهم بقى يعني حاجه في الكيك دي هي نوع الكاكاو. لازم يبقى كاكاو خام نضيف حلو، اللون الفاتح، بلاش الدارك قوي عشان بيبقى مر. وانا بجيب نوع اسمه نوع اسباني، يعني كاكاو خام اسباني حلو جدا، وهاتيه من عند عطار نضيف، لان مش موجود في السوق دلوقتي كاكاو خام حلو خالص. لو معرفتيش تجيبي كاكاو خام هاتي دريم خام، علب كده من كاكاو الخام دريم، حلوه جدا برضو، جربتها ممتازه. اضربي بقى كل المكونات قبل ما تدخلي الزيت. يعني انا ضربت اللبن السكر مع بعضهم عشان اتاكد ان السكر داب، وتطلعي كده بالمعلقه وتشوفي العجينه بتاعتك او المواد بتاعتك السكر لسه محبب فيها، يبقى نكمل ضرب تاني بالخلاط. الخطوه دي مهمه، لان الصوص ده انت هتحطيه على الكيك، ولو السكر فضل محبب فيه او باين في الطعم فطبعا هتبقى حاجه مش لذيذه. حطيت السكر وحطيت الكاكاو وحطيت اللبن، ضربتهم كويس قوي قوي. نزلت بكوبايه الا ربع بالظبط من الزيت او اي بقى ماده دهنيه، بس طبعا يفضل يكون زيت ونوعيه نظيفه. خدت كوبايه الصوص اللي انا عايزاها، ركنتها على جنب، وهبدا في الخلاط كله في الخلاط. هرجع احط الثلاث بيضات، ومعاهم كيس من الفانيليا، او لو عندك فانيليا سايبه بتبقى سايله بتبقى حلوه قوي. وبعد كده هحط كمان معاهم معلقه من الخل عشان اتاكد ان مفيش اي زفاره للبيض. طيب بعد كده اضربي بقى المكونات دي كويس قوي الخليط ده، وتكوني بقى محضره الخليط الجاف. الصينيه بتاعتي كبيره، يعني انا ما بحبش الكيك تبقى عاليه قوي. انا هنا هستخدم كوبايتين من الدقيق، ولازم تنخليهم كوبايتين من الدقيق. ويفضل تستخدمي كيك شيف، بيبقى حلو جدا في الكيك، يعني افضل كمان من النوعيه التانية اللي هي البيكنج باودر. وكمان رشه من الملح بسيطه جدا. انا عملت الخليط السايل او السايب وحطيته على جنب اهو. وهنا المكونات الجافه اللي هي كوبايتين من الدقيق، رشه من كيس من كيك شيف، ورشه من الملح. هبدا اخد بقى المواد اللي انا ضربتها دي كلها، البيض دلوقتي مع بقيه اللي احنا عملناه، الخليط اللي احنا انتوا فاهميني طبعا. هنحط كله بقى مع بعضه وقلبي. طبعا هتتقل معانا ليه؟ لان احنا يعتبر كوبايه اللبن اللي احنا حطيناها احنا خدناها، يعني خدناها في الصوص اللي احنا حطيناه في البطرمان. طيب ايه بقى اللي هيخلي معايا وينقل الكيك دي لحته تانية خالص؟ كوبايه لبن سخنه مع مكعب زبده صغيره او معلقه سمنه، وانزلي بيها وهي بتغلي كده كوبايه واحده، نفس المج اللي انا حطيته. يبقى يعتبر الكيكه خدت مني كوبايتين، كوبايه للصوص وكوبايه للكيك نفسها. اللبن السخن ده مع السمنه او الزبده هيعمل يخلي الكيكه بتاعتك اسفنجيه، بتبقى خفيفه جدا وطريه قوي قوي وحلوه قوي. شايفين القوام وصل ازاي؟ يعني قوام ممتاز. طبعا انا عشان عايزه كميه كبيره وتقعد معانا شويه، عملت في صينيه كبيره. لا، انت ممكن تصغري الكميه شويه، الصينيه شويه، عشان تطلع معاكي اعلى اكتر. بس انا مش بحبها بامانه، مش بحبها عاليه. يعني انا لو انا عندي استعداد اكملها بقى وازوقها، انا هعمل طبقه الكيك دي واحط كمان عليها كريم شانتيه، وبعد كده ممكن احط شوكولاته عليها. طلعت من الفرن، دخلتها على فرن 180 لمدة تلت ساعة، لانها ما بتاخدش وقت، لان هي مش عالية. مجرد ما لقيتها استوت طلعتها، هبدأ ان انا اعملها بحرف السكينة كده او بشوكة او اي حاجة. طبعا انا نسيت اسيب شوية كاكاو، يفضل لو عندك معلقة كاكاو مع نص كوباية اللبن. وبداي معلش صوت القطة دي، القطة بتاعتي والدة فدي بنتها عايزة تخرج من الصندوق. مش هوقف الفيديو ولا هعيد، لان انا عدت كتير جدا. المهم يا بنات، تنسوش بقى تعملوا لايك وتسيبولي تعليق حلو كده منكم، عشان خاطر الحاجات دي بتشجعني. واستنوا ان شاء الله فيديو الميزانيه هنزله لكم باذن الله بعد بكره.
هنا انا حطيت اللبن وسبت بقى الكيك تبرد وشربت اللبن بتاعها كويس. بعد كده بقى ببدا اخد الصوص بتاعي اللي انا برضو حطيته في التلاجة شويه ومسك نفسه بقى خلاص تمام. هو قوام مظبوط طالما بننزل بالزيت واحده واحده بيديكي قوام كريمي زي في بقى حاجه اسمها ريحه بندق بتتجاب من عند العطار، ممكن كنتي تحطيها مع الصوص ده بيدي طعم النوتيلا بالظبط. ابقوا جربوه برضو ان شاء الله يعجبكم. وده شكلها كده. حبيت بقى ان انا ازود عليها شويه اضافات هي مش محتاجه والله بامانه. الكيك مسقيه حلو ومظبوطه، الصوص بتاعها الصوص طعم السكر مظبوط جدا فيها، وكل حاجه فيها الكيك خفيفه جدا. ابتديت ارش عليها شويه حاجات كده اللي هي فارماسيه والحاجات دي، وبعدين قلت لا كان عندي صوص شوكولاته فقلت خلاص انا هحط شويه صوص شوكولاته اعزز الطعم بس. بس عايزه اقول لكم ان هو سكرها، يعني الصوص ده يعني خلاها تبقى مسكره شويه. فحلوه قوي قوي الطريقه اللي احنا مشينا بيها من غير اضافه اي حاجه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. استنى منكم لايك والصلاه على النبي في التعليقات وشجعوني عشان ننزل الميزانيه الاسبوعيه بتاعتنا. سيبكم في حفظ الله.